سجلوا البث، بيكون في حقائق صادمة. سجلوا البث مع كلام أستاذ بدر. أبيك تعيد كلامك من البداية يا أخوان. سجلوا البث. البث هذا فيه حقائق صادمة بالأدلة. تفضل أستاذ بدر. طبعا إخوان، احنا لما بحثنا في العلم الجغرافي حول اليمن كمكون جغرافي، أنا بحثت فيه شخصيا ولدينا الدلائل على ذلك إخوان، ولدينا الخرائط القديمة تدل على هذه الجغرافية. فلما بحثنا وجدنا أن اسم اليمن قديما يا إخوان ليس مسمى عربي يا إخوان، كان يسمى بأرض بونت، حضارة بونت، وهذه البونت تشمل الصومال واليمني والساحل عمان بأكمله. كانت هذه الأرض تسمى بونت. الكلام هذا متى يا إخوان؟ 1250 قبل الميلاد. في المراسلات الفرعونية في الحقبة السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر إلى 20 في الملكيات الفراعنة، وبين هذه الممالك التي كانت تتبع ماذا؟ للحكم الفرعوني، وهي تسمى قيل بمعنى أرض الأخشاب، قيل بمعنى الأرض السوداء، يعني قيل بمعنى البخور، يعني لها مسميات. أنا وجدت يا إخوان، عندي بحث الآن قائم عليه، أن المنطقة هذه تعرضت إلى إبادة بيئية، بمعنى قطعت جميع الأخشاب، ثم بعد ذلك أخذت هذه الأخشاب وصدرت إلى أين؟ إلى منطقة الفراعنة هناك. وكان السود يحكمون هذه المنطقة من مضيق باب المندب حتى نصل إلى عمان. كان لهم حكم ذاتي، استقلال يا إخوان موجود في هذه المنطقة. طبعا يا إخوان وجدنا هذه موجودة. اللي بيرجع للمراسلات الفرعونية مع حضارة بونت حيجد هذه الأشياء والحقائق الجغرافية مكتوبة في المراسلات يا إخوان. بعد ذلك يا إخوان ماذا حدث؟ نشأت حضارة في أبين كانت تسمى بعد ذلك بأرض بونت، أرض البونت، تسمى المنطقة بأرض البونت، بمعنى أرض الصيد أو شيء من أو النسيج. تحول اسمها من أرض بونت بعد ما انتهت هذه المملكة، انقلبت إلى مملكة كانت تتبع ماذا؟ تتبع إلى أثيوبيا، كما ذكرها اليونان، كما ذكرها الرومان. ذكرها أحد العلماء اليونان اسمه مرقيونس. اكتب مرقيونس حتجد هذه المفاجآت حول تاريخ اليمن باسم حضارة النبط أو البنط، حضارة البنط. واستمرت هذه الحضارة من مضيق باب المندب حتى وصلت إلى قريب تتعدى إلى منطقة الشعر حاليا. بقيت حوالي 400 سنة شيء من ذلك أو 500 سنة، ثم بعد ذلك انتهت هذه الحضارة. انقلب بعد ذلك اسمها من النبط إلى ماذا؟ إلى أثيوبيا، إلى مملكة أثيوبيا. وأنا مسؤول عن هذا الكلام، ولدي المصادر الجغرافية تذكر هذه المسمى جغرافيا. اليمن قديما كان يسمى ببلاد أثيوبيا، أطلق عليها هذا الاسم من؟ اليونان والرومان، كانوا يسمونها بلاد أثيوبيا. لماذا؟ لأن كان يسكنها الأثيوبيين، الأثيوبيين. بعد ذلك يا أخوان بقيت هذه الممالك وشكلت ممالك كبيرة جدا كمثل مملكة معين، كتبان، أوسان أو شيء من ذلك، كلها ممالك أثيوبية. بعد ذلك سقطت هذه الممالك وأتت مملكة اسمها مملكة حمير. مملكة حمير بدأت هذه المملكة وكانت تسمى البلاد ببلاد حمير تحت هذا المسمى. ولم نجد يا أخوان أي لفظة كلمة باسم بلاد عرب أو مسمى عرب أو ملوك عرب أو قبائل عربية. أنا أتحداهم من هذا المنبر أن يأتيني بدليل جغرافي أو دليل تاريخي في بين المعاملات الأمم الرومانية، اليونانية، الفارسية، الأثيوبية، أنهم أطلقوا عليهم تحت مسمى بلاد العرب
أو جغرافية العرب أو قبائل العرب لم يدخل لهم هذا الاسم يا أخوان إلا قريب جدا. متى دخل هذا الاسم؟ دخل هذا الاسم بسبب هجرات القبائل القحطانية في 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 زمن الميلاد، وكان هجرتهم جنوبا يا اخوان، كانت هجرة القبائل الجنوبية القحطانية جنوبا، فحملوا معهم ماذا؟ اسم يمنة أو يمن. ادخل هذا الاسم كما أشار عليه الدكتور والباحث محمد بابا فقيه في كتاب اليمن، أن الاسم هذا دخل متى؟ في مطلع القرن الرابع ميلادي، يعني قبل الإسلام بحوالي 250 سنة، وكان يطلق على من؟ على الجنوب، على منطقة الجنوب العربي أو بلاد الشحر، يطلق عليها يمنة أو يمنات. هذا الحيز البسيط إخوان نقله من؟ القبائل القحطانية التي هاجرت ثم نقلت معها هذا الاسم، وكان هذا الحيز الشريط الحدودي يطلق عليه باسم يمنة أو يمنات، ثم ألحق هذا الاسم يا إخوان فيما بعد سقوط الممالك التي في منطقة حضرموت وبلاد الشحر، كان أول تسمى ببلاد سبع، بلاد حمير، بلاد كتبان، أوسان، بلاد أثيوبيا، بلاد البنط، بلاد بوند، هكذا يطلق عليها قديما. هذا الاسم يا إخوان اسم اليمن بدأ في شريط حدودي وهو جنوبي، وبعد ذلك عمم. متى عمم لما أتى الحديث الشريف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل في صنعاء، ليس اسمها صنعاء، كان اسمها صنعو أو صنعاء، ولما أتت الحديث حذفت الهاء وأضيف لها الألف والهمزة حتى تدخل تحت مسمى الحديث، وهي في الحقيقة اسمها صنعو أو صنعة، كما أشار إليها البكري في كتاب المسالك والممالك، وأشار إليها جواد العلي في كتاب مفصل العرب، وأشار إليها البدء والتاريخ للبلخي المتوفي 324 للهجرة، كان اسمها قديما صنعاء. يجد يا أخوان تحريف جغرافي، تحريف لغوي، تحريف لهجات القبائل، كذلك للأسماء. أنا لا أريد أن أطيل في هذا المجال، هذا المجال طويل جدا يا أخوان، لكن أريد أن أبين لكم حقائق، أن هناك تزييف للحقائق الجغرافية، تزييف للحقائق وهجات القبائل، تزييف لأسماء البلدان كما حدث